صباح الخير، صباح يوم جديد، يوم جميل كله تفاؤل وامل وطاقة ونشاط وحيوية. انا النهاردة حبيت اظبط مودي كده الاول بكوباية قرفة باللبن بعد ما وصلت الاولاد المدرسة وجيت تمام. وحبيت اعمل كده صوص معاكم مختلف تماما. يلا بينا. معانا ايه الاول؟ حط اللايك. اول حاجة معانا اللايك، حط اللايك. تمام. معانا نص كوباية لبن، شايفين اهو نص كوبايه لبن. انا كل المقادير دي هكتبها لك في صندوق الوصف. ومعايا كوبايه زيت. تمام. ومعايا كمان ايه؟ معايا كوبايه سكر بودره. تمام. ومعايا نص كوبايه كاكاو غير محلى يا جماعه، كاكاو خام. المحلى ده اللي احنا ان شاء الله كده في الشتاء نعمله مشروب لذيذ وجميل يدفينا. ومعايا فانيليا، ومعايا معلقه كريم جانتيه. كريم جانتيه ما تستغربيش، وكريم جانتيه خام من غير سكر. ومعايا حوالي 20 جرام بندق، 20 جرام بندق. تمام. تمام. يلا بينا نشوف هنبتدي ازاي. اول حاجه عملتها طحنت البندق بتاعي في الكبه دي، وخلي يعني كده مش النتيجه المرضيه اللي انا عايزاها، انا هعيد عليه تاني لحد ما يوصل النتيجه المرضيه اللي انا عايزاها. انا كده بالفعل طحنته تاني، شايفين؟ بصوا وصل لدرجه ان هو طلع الزيت بتاعه وبقى كله ايه متماسك في بعضه كده. مش عارفه اظبط ايدي في الكاميرا، فهحاول ان انا هظبطها لكم دلوقتي. تمام. تمام اهو، بصوا شايفين؟ يعتبر بقى ماسك في بعضه كده زي الرملة ايه المبلولة، يعني خرج حبة زيت كده منه. تمام. تمام. طيب بعد كده هنعمل ايه بقى؟ هنشوف هنعمل ايه. يلا بينا. دلوقتي جبت شفشق الخلاط اهو معايا. هنبتدي نحط المكونات فيه. اول حاجة هنحط نص كوباية اللبن. تمام. هنحط معانا كوباية سكر بودرة. سكر بودرة احسن لان هو هيسهلك الضرب قوي، وبعدين الخلاط بيتقل قوي في الحاجات دي، فبالتالي بيبقى رخم، مش هيضرب لك السكر قوي للنعومه اللي انت عايزاها. وحطينا معلقه الكريم جانتيه، والكوبايه كان لسه فيها سكر، فحاولت ان انا انزل المقدار كله عشان يطلع معايا 10/10. وهدي رشه فانيليا. وهاخدهم بقى كده احطهم ايه، اضربهم على الخلاط بتاعه يعني، واضربه كويس قوي. ضربته ورجعت ضربت المكونات الاولى دي مع بعضها. هعمل ايه تاني؟ هنزل بالبندق اللي انا طحنته. صدقوني والله العظيم الصوص دوت مش هيدي صوص خالص، بجد هيديكي جناش رهيب في تزيين التورت. والله احسن من الملوار اللي بتشتريه من بره، واحسن كمان من الصوص اللي بطعم البندق اللي بنشتريه غالي جدا. انا كنت بجيبه بطعم البندق غالي جدا. شايفين؟ انا هنا حطيت البندق ووراه الزيت، وبعد كده هاخده برضو اضربه ضرب كويس قوي. تمام. تمام اهو كده انا بضربه كويس قوي. بدخل بس الاول المكونات في بعضها عشان هنزل بالكاكاو. الخلاط بتاعي هيتقل جدا جدا جدا، ومش هيقدر يلف ايه ويضرب لي المكونات دي كويس، فبالتالي لازم نضرب ايه المكونات واحده واحده مع بعض. تمام. تمام. هنا بقى ايه؟ هننزل بعد كده بالكاكاو. تمام، بالراحة عشان ما يطرش على وشك ويبهدل الدنيا. تمام. هنساعد الخلاط الاول كده وندخل ايه الكاكاو في المكونات الاولى واحده واحده كده بشويش بالهداوه. تمام. تمام. نقلب 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 لحد ما احس ان المكونات دخلت شويه في بعضها، وهروح الخلاط اضربه ضرب كويس، وهجيب برضو سباتيولا واساعد الخلاط. في المرحله دي حاولي تساعدي الخلاط عشان تدخلي الكاكاو في المكونات الاولانيه، لان الكاكاو بيبقى تقيل قوي في المرحله دي. بصوا شايفين جمال الصوص؟ يعني الصوص او تحفه. انا مش عايزه اقول صوص بصراحه، انا عايزه اقول جناش. حاجة خرافية 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 بجد. يعني بجد ان شاء الله هتعجبكم. يعني هجربوها وهتدعولي بجد. طعم البندق حاجة خرافية فيه. طيب الكريم جانتيه موديه في حتة تانية خالص. بجد صوص خرافي، يعني حاجة خرافية مش هتستغني عنه بعد كده، وهتدعيلي وهتعملي لي لايك وشير. تمام. دي كانت طريقتي في عمل الصوص او الجناش. بجد طريقة معتمدة وجميلة، وشايفين سماكة الصوص عاملة ازاي، وكمان لما هيقعد هيتقل اكتر تاني. لو عجبك الفيديو حطيلي لايك ودوسي سبسكرايب، واعملي شير للفيديو عشان غيرك يستفيد منه. تمام. ويا رب تكون الطريقه عجبتكم. انا هنا ما قدرتش اقاوم بصراحه، فكلت حته منه. بجد جميل، وطعم البندق جميل. جربيه مش هتندمي. تمام. تمام. بجد الصوص ده عجب الاولاد قوي، وان شاء الله هيعجبكم كتير قوي. سلام.